الهيئة العربية للمسرح التي لم تتردد أبداً في الموافقة أن تكون السلطنة هي الدولة المستضيفة في هذه الدورة. وبالفعل منذ أول حديث مع الهيئة رحبت الهيئة باستضافة السلطنة ووفرت أيضاً السبل. وحقيقة السلطنة أيضاً سعت أن تكون هذه الدورة ناجحة بكل المقاييس من خلال توفير كافة السبل التي تساعد في إنجاح هذه الدورة. عماد بن محسن الشنفري، رئيس الجمعية العمانية للمسرح، المنسق التنفيذي لمهرجان المسرح العربي دورة مسقط ال15. الحمد لله رب العالمين، نشعر أننا استطعنا أن نسير هذه الدورة بشكل جيد جدا من خلال توفير كافة الإمكانيات التي تساعد في إنجاح هذه الدورة. والإمكانيات تأتي من خلال توفير المسارح والتجهيزات الفنية في المقام الأول. فبالتالي اليوم لدينا البنية التحتية في سلطنة عمان وفي العاصمة مسقط هي بنية كما رأى المسرحيون بأنفسهم نفتخر بها من حيث المسارح الموجودة. وهناك مسارح حقيقة لم يراها المسرحيون إلى الآن بالوطن العربي. يعني لدينا مسرح أيضا دار الأوبرا السلطانية، ولدينا مسرح دار الفنون الملاصق لدار الأوبرا. هذه أيضا مسارح متكاملة أيضا في السلطنة. حقيقة لم نقدم عليها إلى الآن العروض لأن وجدنا أن المسارح المتوفرة تكفي بالغاية. كذلك أيضا لدينا بعض المسارح اللي هي موجودة في الكليات التطبيقية وفي الجمعيات. كل هذا يعطي رسالة لكافة المشتغلين في المسرح بالوطن العربي أن عمان كانت ولا زالت ومستقبلا هي حاضنة للمسرح في الوطن العربي، ولدينا حراك مسرحي ولدينا حراك جماهيري، وهذا يشهد من خلال الجمهور الموجود. ربما نرى في العرض الأخير دائما هناك القاعة تتسع لما يقارب 3500 كرسي. فبالتالي عندما نجد أن القاعة تمتلئ ب2000 مقعد من الجمهور فهو دليل على أن هناك أيضا نجاح لهذه الدورة. وبالتالي هذه الدورة نعتقد أنها إضافة أيضا لمسيرة المسرح العماني، لأن المسرح العماني الكثير غير مطلع على إمكانيات المسرح العماني وعلى التجهيزات المتوفرة لدينا في عمان. فبالتالي اطلاع هذه النخبة من المسرحيين العرب على هذه الإمكانيات يعطي صورة واضحة لما هي عليها الحالة في سلطنة عمان من تطور في المجال الفني، المجال المسرحي، وعلى كافة الأصعدة. المسرح الوطني حاليا على قدم وساق. هناك ما زلنا في المرحلة الأولى، بدأت الخرسانات المسلحة في الظهور. فبالتالي نتوقع أن ننتهي من عملية البناء في عام 2027 بإذن الله، ويتم افتتاحه في هذا العام. حقيقة المسرح الوطني هو حلم المسرحيين أيضا المنتظر، بحيث يكون متاح لكل المسرحيين. ومولانا حفظه الله عندما أمر بالرقابة على هذا المسرح من بدايته، فقد شكلت لجنة من المسرحيين برئاسة الدكتور عبد الكريم جواد، وبعضوية أيضا رئيس الجمعية العمانية للمسرح، وبعضوية مجموعة من المختصين المسرحيين الذين لهم بصمة في مجال المسرح. فبالتالي هؤلاء هم الآن المشرفين على قيام هذا المسرح، وعلى وضع أيضا البنية كما نقول البنية الأساسية من حيث الكوادر الفنية، من حيث أيضا الهيكل الإداري والتنظيمي للمسرح. فبالتالي إن شاء الله هذا المسرح سوف يكون أيقونة المسرحيين، إهداء من مولانا لأبنائه المسرحيين، وسوف يساهم بشكل كبير في إثراء الحركة المسرحية. الفنان العماني حقيقة هو يعني على المستوى الخارجي يعمل بجهد، يقدم عروض متميزة في المهرجانات المختلفة، ولكن على المستوى الداخلي هو أكثر أيضا تطورا من حيث وجود لدينا أكثر من 57 فرقة مسرحية، وبالتالي هذا العدد يساهم في الحراك المسرحي. لدينا في الجمعية العمانية للمسرح ما يقارب 500 عضو مسرحي، وبالتالي هذا يساهم في الحركة المسرحية.
كل هذا ينصب في تطوير الحركة المسرحية. فبالتالي المسرح العماني موجود، الكتاب والباحثين العمانيين موجود، النقاد وأيضا موجودين. فلا ينقصنا حقيقة شيء في أن نكون على صدارة المشهد، ولكن ما ينقصنا قد، وأقولها بين قوسين، وهذا بين قوسين، ما ينقصنا هو أن يتعرف الآخرون على ما هو موجود لدينا في المسرح العماني، وعلى الأسماء البارزة لدينا في عمان، قد تكون ليست على المستوى الخارجي بتلك الكم، ولكن هي على المستوى الداخلي بكم كبير. وأعتقد هذا ما ينقصنا، أن يبرز هؤلاء الشباب، أن يبرز المخضرمين منهم على المستوى الخارجي، وأن يتعرف عليهم المسرحيون بالوطن العربي. المهرجان المسرح العماني يقام كل عامين. الدورة القادمة سوف تقام بإذن الله في العام القادم 2026، ولكن لدينا مهرجان وليد، هو مهرجان دولي بالعام، هو مهرجان ظفار الدولي، أقيم دورته الأولى في العام الماضي، وإن شاء الله نأمل أن تقام الدورة الثانية في هذا العام إذا شاء الرحمن في مطلع شهر أكتوبر بإذن الله. جينا منذ عام 85، وفي عام 96 أذكر أنه أقام لنا دورة في إعداد القيادات المسرحية، وكانت دورة مختصة في إعداد قيادات مسرحية للمستقبل، وهذه كانت خطوة متقدمة تماما أن تعد شباب من أجل المستقبل في هذه القيادات. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.